يلا بينا نعمل الفراولة بتاعت المحلات وأحسن من المحلات كذا مرة. بجد الفراولة دي جميلة جدا، واللي هعمله في الفراولة ده ممكن نعمله في الخوخ، ممكن نعمله في المشمش، وأي فاكهة في الموسم ممكن نعملها. الفراولة دي جميلة جدا، معناش أي مواد حافظة، مجرد السكر والملح بس. ده كيلو من الفراولة، احنا غسلينه كويس ونقعينه مدة كويسة، طلعنا منه كل الطينة والتراب والحاجات اللي فيه، واتشطف تمام جدا. لو هي كبيرة بقى بنشيل الحتة اللي تحت اللي هي البذرة ونقسمها نصين، لو هي صغيرة بنسيبها على بعضها. انا بحبها كبيرة كده وزهرة، يعني تكون الفاكهة صحيحة كده او زهرة في المربى، بحب اكلها قطعة كده. عليها كوباية ونص من السكر، من المج اللي موجود، مج الشاي اللي موجود في معظم البيوت، يعني في اغلب البيوت عندنا المج ده موجود. وبس كده، زي ما شفتوا عملت الحركة دي، قلبتها منه فيه. طبعا دي هنعملها وناكلها في نفس الاسبوع، وبحطها ليلة كاملة في التلاجة. لو انتوا مش هتحفظوها فساعتين كفاية قوي عليها، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. لو انتوا مش يعني هتحفظوها من السنة للسنة، يدوبك ساعتين عليها كفاية، لكن انا بيتها ليلة كاملة. وبس كده، هحطها بقى على النار. طبعا دي الفراولة اللي هي مش هتبيت، اخرها اسبوع في التلاجة. هقول لكم على تركية لو حابين تحفظوها، ايه اللي هتحطوه عشان يقعد من السنة للسنة. هحطها في حلة زي ما انتم شايفين كده، وانزل كل اللي فيها المية والسكر المتبقي يعني وهفضل اقلب فيها زي ما انتم شايفين كده، وهشغل النار على حاجة يعني اعلى من الوسط، يعني مش عالية قوي عشان متحرقش معانا الفراولة، لا اعلى من الوسط. ايه بقى لو انتي عايزه تحفظي الفراوله من السنه للسنه، ايه اللي ممكن تعمليه؟ هقول لكم على حاجتين اتنين ممكن تعملوها تحفظوها بيها بدون مواد حافظه ولا اي حاجه ممكن تضرنا. عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تحطوا خلاص في المرحله الاخيره اللي هي خلاص بدات تنضج فيها، ممكن تحطوا باكت من الفراوله، باكت جيلي من الفراوله وتحطوه فيه عليها. طبعا الجيلي عليه مواد الحافظه بتاعته، طبعا الجيلي ده يعني مصرح بيه غذائيا. ف ونحط يا دوبك يعني بدل الليمونه نحط عليه ربع، على طرف ربع يعني معلقه ملح ليمون على طرف المعلقه، اقل من ربع كمان، يا دوبك على طرف المعلقه كده ملح الليمون، موجود عند العطار. الفراوله تبدا عندنا تغلي بقى وتخش في مرحله الغليان. اول ما تبدا تغلي يا جماعه هتلاقوها بتعمل رغاوي كده وفقاقيع كده. الرغاوي دي مش مستحبه خالص، لازم نشيلها زي ما انتم شايفين كده. هعصر عصير ليمونه كامله، طبعا الليمونه دي مش كبيره عشان طعمها مبقاش بارز كده. ولو مش موجوده الليمونه يبقى قلنا ربع كده معلقه على طرف معلقه الشاي الصغيره ملح الليمون. هنفضل نقلب فيها كده، واي رغاوي هنشيلها لان الرغاوي دي بتاثر من عمر الفاكهه في ان احنا نحفظها يعني. ونفس الطريقة تنفع زي ما قلت لكم للمشمش وللخوخ وأي فاكهة حابين يعني تعملوها مربى، كله بيمشي وكله بينفع. ودي طريقة جامدة جدا على فكرة. والسكر ده اللي احنا حطيناه كوباية ونص دول مظبوطين جدا، سكرها لا اوفر ولا يعني دلع، لا والله بجد عن تجربة يعني مظبوطة جدا جدا، ويعني حاجة جميلة جدا. طبعا المية كتيرة زي ما انتم شايفين، واحنا ملاحظين ان المية كتيرة وعليها رغاوي، بنفضل نشيل في الرغاوي دي، بنشيلها ما بنخليهاش خالص يعني، على قد ما نقدر بنشيلها. وطبعا هي ما تخش في مرحلة السوا زي ما انتم شايفين كده هتبدأ تقل الرغاوي ديت، وهتبدأ تلم على بعضها ويكون سهل ان احنا نشيلها. هعمل تجربة كده يا جماعة، تجربة عشان اعرف ان هي استوت او لا. باخد حبة كده في طبق وبعمل خط من النص، لو الخط ده لم على بعضه بسرعة زي ما انتم شايفين كده، يبقى هي لسه فاضل لها شوية. وطبعا يعني عيني ميزاني، يعني انا اللي بشوف الحاجه بنظري كده. شايفين جميله ازاي استوت جميله ازاي؟ يعني مفيش اجمل من كده بجد. في المرحله دي ممكن نحط باكت الفراوله كماده حافظه. باخد بقى حبه كمان في طبق كده عشان اشوفها بقى، يعني اسيبها تبرد، مش هحطها اطلعها من النار واشوفها كده يعني استوت ولا لا. لا، باخدها على جنب شويه اسيبها تهدى وتبرد واشوفها. وطبعا النار دي مش عاليه، النار دي زي الشمعة، يعني حاجه كده سهريه صغيره كده. فضلت بقى معانا تبقبق بالشكل ده، وهاخد خط زي ما انتوا شايفين اهو، ولا رجع ولا اي حاجة، استوت بقت مية مية وبقت خطيرة بجد. سبتها تبرد يعني حوالي ساعة كده وهي دافية هنا عندي، مش باردة خالص ولا سخنة خالص. فأي بطرمان طبعا أنا معقماه وغسلاه كويس جدا بمية سخنة بتغلي، ومعقماه كويس جدا، وبقفله بالطريقة دي. وجميلة جدا من غير مواد حافظة بقى ولا أي كلام من ده ولا حاجة مضرة، بناكل فاكهة طبيعية وجميلة جدا. بحط لكم حبة في طبق زي ما انتم شايفين كده، طبق أبيض عشان البطرمان عندي لونه أصفر. بصوا يا جماعة جميلة، يعني أنا بحبها قطع كده وجميلة جدا بجد، حاجة في منتهى الجمال. وشكرا جدا لمتابعتكم للفيديو، واتمنى تعملوا لي لايك وشير للفيديو، يعني اهتموا يا ريت يا جماعة تهتموا بالشير كتير، لأن الريتش بتاع الفيديوهات بتاعي وقع خالص. ودمتم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.